يا مساء الخير عليكم. وصفتنا النهاردة ايه الجميلة دي اللي انتوا شايفينها؟ كفتة العيد الجميلة، كفتة الرز. احلى عيد اضحى داخل علينا، كل سنة وانتم طيبين. عايزين نعرف بقى المقادير المظبوطة للكفتة اللي لا يمكن تفك مننا وتطلع جميلة وهشة وحلوة قوي زي ما انتوا شايفينها كده. طعمها جميل ومظبوطة. حبيت اعمل لكم الصنفين، المتحمرة والدمعة مع بعض عشان نرضي جميع الاذواق. زي اولادي كده، كل واحد بيحب حاجه من النوعين. نعملهم مع بعض في فيديو واحد باظبط مقادير، امشوا عليها بالطريقه مظبوط وهتعجبكم ان شاء الله، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. بس قبل ما نبتدي الفيديو، احنا متعودين مع بعض اللي ما شافنيش ينزل يعمل اشتراك في الفيديو في القناه بتاعتنا، ويفعل الجرس ويعمل لايك للفيديو ونبتدي. هقول لكم مقادير الكيلو اللحمه. انا طبعا هجهز كله وهوديها للجزار اقطع عليها اللحمه وافرمها. انا دايما بحب افرمها عند الجزار لانها بتبقى احلى بكتير ما تتفرم في الكبه. انت بتقطعي وانت اللحمه المفرومه، ممكن تجهزي كده حاجتك وتوديها للجزار على طول يعملها اسهل لك بكتير. كيلو رز، طبعا الكميه هتلاقوها اكبر شويه لان انا عامله كميه كبيره. الكيلو اللحمه بحط عليه كيلو الا ربع رز. الكيلو اللحمه كيلو الا ربع رز، وبصلتين كبار، ومعلقه كبيره توم مفروم، واربع ربط من الكزبره والشبت، يعني ربطتين كزبره وربطتين شبت على الكيلو اللحمه. والتوابل بقى اللي هوريها لكم هي دي. السبع بهارات، دي السبع بهارات اهي، نص معلقه كبيره لان انا بحب الكميه. انا هكتب لكم مقادير البهارات في صندوق الوصف لان انا عامله كميه كبيره. انا بحب اعملها كأن انا بوديها عند الجزار، فبحب اعملها كميه كبيره. وطبعا انا حطيت بقى من التوابل على طول، لان حته ان انا احط بقى مقادير يا جماعه والاقي 500 طبق بعد كده هيتغسلوا، فاعذروني. انا هحط مره واحده من التوابل على طول. هكتب لكم مقادير التوابل في صندوق الوصف. انا حطيت بصل بودر، وحطيت السبع بهارات، وحطيت فلفل اسمر، وادي التوم البودر. ما يهمكوش من الكميه طبعا لان انا بحط كميه كبيره عشان انا عامله كميه كبيره اساسا. بحط برضو رشه من الكوبيبه الصيني، بتبقى جميله قوي في الكفته. وبحط كمان كمون، ده كمون. وطبعا ملح، بس انا نسيت اجيب الملح دلوقتي، هجيبه حالا حالا واحطه معاكم. وهوديها بقى اقطع عليها زي ما قلت لكم اللحمه، و اوريها لكم بعد الفرن. هخلط كل ده مع بعضه، هخلطها بقى كويس جدا جدا، وهسيبها على قطعيه اللحمه، وهوديها للجزار تتفرم، ونرجع تاني نشوف هنعمل فيها ايه. اللحمه اللي انا هقطعها من الجزار يا جماعه لازم 100 جرام فيها تكون دهن، او تفرمي معاها ليه حته من الليه. الكيلو تحط لها 100 جرام 150 جرام، بتبقى جميله جدا جدا من الليه. ما تخافوش منها، ما بتبقاش تقيله في الكفته، بتبقى رائعه رائعه وطعمها جميل. انا بعمل كده عن نفسي. هوديها واقطع عليها وارجع لكم تاني، بس هنفرمها الاول وهخلطها قدامكم، وبعدين نروح نفرمها ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. الرز بتاعنا ده يا جماعة انا غسلاه ومنشفاه، سايباه ينشف تماما، ما نقعتوش، غسلته بس وسبته ينشف خالص خالص في مصفى. لازم ما يكونش فيه ميه خالص عشان ما يأثرش على مقادير الكفتة بتاعتنا. دي تكة كويسة لازم تعرفوا. شايفين الجمال بقى بعد ما اتفرمت؟ شوفوا طرية وجميلة ومتماسكة ازاي. تكة تانية للكفتة، ما تجيبوهاش من عند الجزار مباشرة وهي سخنة كده وتبتدوا تعملوا فيها وتحمروا فيها، مش تديكي نفس النتيجة اللي لو سبتيها على رف التلاجة شوية. سيبيها على رف التلاجة ساعتين وابتدي اعملي منها بعد كده. يعني اليوم اللي تعمليها فيه مش لازم نفس اليوم اللي تطبخيها فيه. انا بعملها دايما وبسيبها على رف التلاجة لتاني يوم، حتى قبل ما اكيسها وافرزها واعينها في الفريزر بحب اسيبها على رف التلاجة.
شوفوا جميله ازاي ومتماسكه. دي خطوه حلوه جدا يا جماعه، تركه حلوه من اسباب نجاح كفته الرز، انك ما تعمليهاش وهي لسه مفرومه، سيبيها تتشمع مع نفسها كده شويه على الرف. انا طبعا هعمل محمره النهارده وهعملها بالصلصه، فاللي بالصلصه هنعملها صوابع، المحمره هعملها راس زي ما انتوا شفتوا كده. يكون سمكها مش رفيع، يعني حاولي الراس ما تبقاش رفيعه زي السمك اللي انت شفتيه، وهتشوفوه تاني، انا هوريها لكم تاني بعد ما اخلص الكميه اللي انا هعملها. اهي شوفوا، اهي خلصنا اهي الكميه بتاعتنا. هبكون مسخنه زيت غاليه الزيت اهي. شوفوا الاقراص جميله اهي، برضو انا بعمل الاتنين مع بعض في وقت واحد، هتلاقوهم على البوتاجاز مع بعض على طول. الزيت اهو مسخنينه بيغلي، بنحط فيه الكفته اللي انا هعملها بالصلصه، بتتحمر. ما تقرصيش عليها في التحمير، دي تكه تانية برضو ليها، ما تحمريهاش بدرجه 100%، يعني يا دوب تاخد لون خفيف وتطلعيها على طول علشان تشرب الصلصه بتاعتك، ما تبقاش ناشفه في الصلصه. اهي شوفي كده حلوة قوي قوي قوي. هطلع تلاقيني اللي بتحمر بطلعها على طول. نص تحميرة كده بتطلع، ما بكملش تحميرتها هي، بس الكاميرا اللي بتغمقها سنة، لكن هي انت حاولي ما تحمريهاش قوي زي ما انا قلتلك. هنطلع دي بقى ونبتدي نغلي مية للكفتة بتاعتنا اللي هتتسلق. اهي دي جهزت خلاص معانا. هنغلي ميه نحط فيها ورق لورا وحبهان وملح طبعا، بس انا كنت نسيت الملح، حطيت واحدتين ونسيت الملح فجبته حطيته. الميه لازم تكون كتير يا جماعه، يعني ميه كتير على كميه الكفته، لازم تكون ضعف الكميه عشان ما تحطيش كتير في الحله. ميه كتير وحله كبيره، والكفته ما تبقاش كتير فيها، ومش بتاخد اكتر من 10 دقايق بعد الغليان. يعني انا مجرد ما بحطها كده، طبعا المية دي كانت بتغلي اول ما حطينا الكفتة، الغليان بيبتدي يقل شوية لحد ما توصل تاني لدرجة الغليان. بعد ما توصل لدرجة الغليان ما تسيبيهاش اكتر من 10 دقايق، خلاص هي 10 دقايق بتستوي وتبقى جميلة. هنا انا حطيت معلقة من السمنة ومعلقة من الثوم، سمنة البلدي وتومة، توم مفروم، وهحمره شويه بسيط ياخد لون بسيط خالص، وبعدين احط عليه كوبايتين من الصلصه. الصلصه انا هحط لكم اللينك في اخر الفيديو، الصلصه البيتي انا هحط لكم لينك الطريقه بتاعتها في اخر الفيديو ده علشان تعرفوا الطريقه. بكمل شويه ميه، يعني انا لو حطيت كوبايتين صلصه بحط برضو كوبايتين من الميه، على حسب برضو ما تحبي الصلصة بتاعتك تقيلة او لا. شوفي الكفتة اهي طلعت معاكي، شوفوا جميلة ازاي، طرية وفي منتهى الجمال، طرية ومتماسكة في نفس الوقت، مفيش اي حاجة منها فكت ولا الكلام ده خالص. معانا بالمقادير دي وبالطريقة ديت لا يمكن الكفتة تفك منك. الصلصة كانت غلت في الوقت دوت، المية والصلصة لازم تغلي قبل ما تحطي فيها صوابع الكفتة المحمرة. خلاص كده هتطلع بس مكعب مرقة، وهغطي عليها واسيبها. الكفتة بتاعتنا بقى المسلوقة، انا بيض وحطيت فيه شوية فلفل اسمر وهبتدي احمرها في زيت. ما اوصفلكوش بقى البيض ده الولاد بيتخانقوا عليه ازاي، البيض اللي بيطلع مع الكفتة بتبقى جميلة قوي قوي قوي، اللي بيشبك في الكفتة بيبقى حلو قوي، الولاد بيتخانقوا عليه عندي. وطبعا البيض بيديها نكهة جميلة، بس طبعا يبقى معاه رشة فلفل اسمر. شايفين الجمال والحلاوة؟ يا ريت الزيت يبقى سخن مغلي، ده اللي انا كيسته، انا بحب اعينه كده متكيس كده جاهز، مش بحب ابقى يعني مصبعاه. ممكن تصبعيه وتحمريه برضو وتعينيه متحمر، لكن انا بحبه اعينه كده زي ما انتوا شفتوه. الكفته معانا اهي جميله تحفه زي ما انتوا شايفين، كفته في منتهى الجمال، لا يمكن تفك منك ابدا بالطريقه والمقادير ديت اهي، بنوعين مختلفين، كفتة زي الفل. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم.
وكل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. كانت احلى كفتة. يا ريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتقولوا لي رأيكم بالطريقة، وتجربوا المقادير بتاعتي وتقولوا لي رأيكم فيها. ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم وتعتمدوها طريقة ومقادير لكفتة العيد ان شاء الله، وتنفذوها دايما بالطريقة دي والمقادير دي. مساء الخير عليكم، معاكم ايناس حسنين. وصفتنا النهاردة الجميلة اللذيذة اللي انتوا شايفينها دي الكباب النافش او كباب الكوابري اللي مشهورة بيه ابو كبير شرقية. كبابنا الجميل ده مش مكلف خالص وطعمه وهمي خرافي يا جماعة. من نص كيلو لحمة عملنا اكتر من 30 وحدة كفتة من اللي انتوا شايفينها ديت. حوالي تلاتة سرفيس من الكبار دول يشرفوكي في العزومات، يشرفوكي في المناسبات، وبتكاليف قليلة جدا. لو شخصين مع بعض اعملي ربع كيلو فقط. الكمية اللي قدامك اللي انت شايفاها في الصورة دي نص الكمية اللي انا عملتها من نص كيلو لحمة، يعني تقدري تعملي الكمية اللي انت شايفاها دي بربع كيلو لحمة فقط. شايفين الجمال والحلاوة؟ طعمها وهمي وطريقتها سهلة جدا، واحلى من اي نوع كفته انت جربتيه قبل كده، وان شاء الله تعجبك وتعتمديها في اكلاتك. بس قبل ما نبتدي نعمل ايه؟ نشترك في القناه ونفعل الجرس ونعمل لايك للفيديو ونبتدي معايا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه. معايا بصلايه كبيره متقطعه، ومعلقه كبيره توم مفروم، وربطه كزبره على شبت، واربع معالق من الدقيق، والبهارات بتاعتنا توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل وبهارات مشويات لو متوفر عندك، او بهارات كفتة لو متوفر برضو عندك بهارات كفتة او مشويات، ومعلقة كمان من الكزبرة الناشفة. هي دي بهاراتنا، هكتبها لكم كلها في صندوق الوصف. انا حاطه اختياري معلقة كبيرة من البصل المجفف، بس هي اختياري، بس بتديني نكهة حلوة. حطي بهارات فراخ، بهارات لحوم قصدي، او بهارات كفتة اللي يريحك، الاتنين ينفعوا. بس انا حطيتهم هنا البهارات دي، انا حطيتهم الاتنين، فعشان تبقي عارفة انا حطيت بهارات الكفتة وبهارات اللحوم. هنا انا حطيت الخضروات كلها الخضروات كلها انا حطيتها، وحطيت معاها التوابل والدقيق وكله ضربته الاول مع بعض، وبعدين لما اتهرس شوية خالص زي ما انتوا شفتوا حطيت اللحمة بالتدريج كده زي ما انتوا شايفين، لمجرد انها تختلط مع بعضها بس. خلاص اهي شوفوا لفت كده تبقى اختلطت تمام تمام معايا. اخدها وبضيف لها ايه بقى يا جماعة؟ كوبايتين من الرز المنقوع والمتنشف كويس جدا. انا نقعاه وسبته في مصفى ينشف حوالي ساعتين، ينشف في المصفى مش في الحلة. حطيه في مصفى وسيبيه ينشف، هينزل ميته خالص، لانه في الحله بيفضل فيه ميه شويه. فانتي صفيه في مصفى وسيبيه ينشف خالص. الكميه النص كيلو لحمه بحط عليها كوبايتين من الرز المنقوع. شوفوا الجمال، الرز منقوع بس يا جماعه، الرز بحاله في الكفته. اظن دي جديده خالص ما شفتوهاش قبل كده، بس كان طعمها وهمي وهمي. جربوها مش هتخسروا حاجه، جربوا في ربع كيلو حتى مش هتخسروا اي حاجة وهتعجبكم جدا، وبعد كده هتعملوها بكميات. هنعمل بقى الصلصة بتاعتنا. معلقة من السمنة ومعلقة من الثوم المفروم، وبشوحهم اهو. الثوم بشوحه على النار. بكون ضاربة كوبايتين من الطماطم، معاهم واحدة من الفلفل الاحمر، القرون او البلد زي ما انت عايزه. لو عايزاه حامي ماشي، انا عملته الفلفل الاحمر العادي خالص. كوبايتين من عصير الطماطم، وعليهم معلقه من الصلصه. وهضيف كل التوابل اللي انا حطيتها على اللحمه بتاعتنا بتاعت الكفته. كل التوابل اللي انا قلتها لكم بضيفها تاني على الصلصه. الصلصه بتاعتي دي بقى الكوبايتين دول بسيبهم بس ياخدوا غلوه،
وبضيف لهم ايه يا جماعة 6 كوبايات من الشوربة، لان انا عايزة الصلصة مش تقيلة، انا عايزاها خفيفة وحلوة على المعدة. فانا بضيف لكوبايتين الصلصة 6 كوبايات من الشوربة او المرقة بتاعتي. الكفتة بتاعتي انا بسيبها شوية تتشمع على رف التلاجة، بسيبتها حوالي ساعتين ورجعت تاني صبعتها. او عايز تعمليها من بالليل وتسيبيها على رف التلاجة، بتبقى ماسكة نفسها اكتر. انا بس سبتها ساعتين لان كنت عاملاها من بدري، سبتها ساعتين على رف التلاجة. سيبيها ساعة، المهم يعني تبقى بتشتغلي فيها وهي ساقعة، مش وهي سخنة، لان احنا الجو حر دلوقتي. لو في الشتاء بنشتغل فيها على طول. شويه من الزيت بيلي صوابعك كويس وصبعيها، ما تخنيش الصباع لانه هينفش منك في التسويه، لان الرز صحيح معاكي فهينفش جامد في التسويه. ما تخنيهوش، يعني ما تخليه صباع معقول متوسط السمك. الكمية دي عملت اكتر من 30 صباع كفتة يا جماعة، يعني يعملوا الكمية رهيبة لو انت عندك عزومة، وهو انت اتكلفتي نص كيلو لحمة مش اكتر من كده. حاولي تخلي اللحمة بتاعتك ما يكونش فيها دهون، الكفتة ديت بتبقى محتاجة لحمة حمرا شوية. اهي شايفين الجمال؟ طبعا دي مش الكمية كلها، انا بس وريتكم لما الطبق اتملى. التكه دي بقى من عندي انا، يعني في الطريقه الاصليه ما بيبقاش فيها الحته دي، بس انا بحبها كده. بحب اديها تشويحه كده، صدمه على الجريل، معلقه زيت وابتديت اعمل لها صدمه كده على الجريل الاول. يا دوب ده يعني بتاخد نص دقيقه على الوش ده ونص دقيقه على الوش التاني. اهي زي ما انتوا شايفين، بس بتديكي نتيجة احلى للكفتة، بتبقى متماسكة اكتر. الصدمة دي بتخليها متماسكة اكتر. بكون مجهزة بقى في صينية شرايح من البصل وشرايح من البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي ارص عليها الكفتة. البصل والبطاطس يا جماعة مع الكفتة ما بيستوي بالدمع بيبقى طعم وهمي جميل جميل جميل. هنبتدي نرص الكفتة زي ما انتوا شايفين كده. ولازم نلاحظ حاجة مهمة جدا، ما تضيفيش الصلصة الا وهي مغلية، لازم تكون مغلية نازلة من على النار زي ما انتوا شايفين كده، عشان تنزل على الرز تسويه. ما ينفعش تحطيها وهي سخنة بس، حتى لازم تبقى مغلية. اهي يا دوب انا بديها بس المعيار اللي فوقها، بس مجرد تبقى فوقها بس مش اكتر، وبغطي واسيبها. شايفين بقى الجمال بعد ما استوت؟ الرز نفش معاكي وصباع الكفتة بقى كبير وجميل ازاي. طعمها خطير جدا جدا جدا، واخف من كفتة الرز العادية بكتير. البطاطس كان طعمها تحفة، قدمتها مع رز ابيض. البصل والبطاطس كان طعمهم تحفة جدا جدا. جربوا يا جماعة الكباب النافش، جربوا في ربع كيلو وقولوا لي رأيكم. ربع كيلو الكفتة، الكمية اللي انتوا شايفينها دي من ربع كيلو كفتة، لان دي كانت نص الكمية اللي انا عملتها. طعمه كان خطير خطير خطير. بنفس الخطوات وبنفس المقادير اللي انا قلتها لكم. جربوهم وقولوا لي رأيكم، وصوروه لي بقى كده في الكومنتات، وقولوا لي انه عجبكم، او حتى ما عجبكوش قولوا لي ان شاء الله يعجبكم. وتدوقوا احلى كباب في الدنيا، لانه فعلا كان جميل قوي قوي قوي. اي حد بيحب الكفتة بدمعة هيعجب بيه جدا، لان هو احلى منها كمان بكتير. جربوا الكباب الكوابري. وتحية لاهل الشرقية كلهم عشان بيعملوا اكلات جميلة جميلة. يمكن انا عدلت شوية في المقادير والطريقة، بس هي الاصول بتاعتهم، ولازم نرجع لهم فيها ونسيب لهم الفضل في الكباب الكوابري الجميل اللي احنا شايفينه ده. كان مستوي ورائع وهش خالص من جوه، والرز جميل من جوه، شايفين عامل ازاي؟ بألف هنا عليكم. كانت معاكم ايناس حسنين، هتوحشوني كتير 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 لحد الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إيناس حسنين. النهاردة معانا أحلى كرواسون بالجبنة، أحلى وأطعم كرواسون فعلا، وبالعجينة اليابانية المظبوطة، المقادير مظبوطة بالملي. وبإضافة كده من عندي خلت العجينة أطرى وأحلى وأهش. هتشوفوا من جوه عامل إزاي الكرواسون.
فظيع. العجينة خطيرة، والمكون اللي انا حطاه جميل جدا. جديد على العجينة اليابانية، بس انا حبيت اضيفه من عندي. فشوفوا الجمال، طري وهش ومفرغ من جوه، عجينة فظيعة خطيرة. شايفين الجمال والحلاوة؟ احلى كرواسون بطريقتي وبمقاديري، وهتشوفوه معانا. نفذوه، قولوا لي رايكم في الكومنتات عشان تاكلوا احلى كرواسون زي اللي انتوا شايفينه ده، وينجح معاكم كلكم. بس اللي ما شافنيش قبل كده ينزل بسرعه بسرعه يعمل اشتراك ويفعل الجرس ويعمل لايك للفيديو، ويلا بسرعه نبتدي ونشوف مقاديرنا. معايا هنا في حله 3 كوبايه ميه ومعلقتين كبار من الدقيق. هنحطهم على النار. هو احنا هنقلب على البارد بسرعة بسرعة. ما تسيبيش ابدا المضرب من ايدك. كوباية من المية عليها معلقتين كبار من الدقيق مليانين، ونفضل نقلب فيهم زي ما انتم شايفين كده لحد ما تبقى معانا عجينة حلوة. هتشوفوها دلوقتي بعد ما تخلص خالص على النار. تسوي الدقيق على النار مع المية اهو زي ما انتم شايفين. عمل معايا عجينة، بس ما تطفيش النار اول ما يعمل عجينة، لا، بنبقى نار هادية كده معانا لحد ما يستوي الدقيق خالص. بتاخد حوالي 10 دقايق، ونسيبه يبرد بقى معانا ونشوف مقاديرنا. معايا هنا كيلو من الدقيق، عليه رشة ملح، معايا كوباية لبن، معايا هنا معلقتين كبار من الخميرة، حطيت عليهم معلقة سكر وربع كوباية مية وسبتهم يتخمروا زي ما انتوا شايفينهم كده. معايا بيضتين، ومعايا نص كوبايه من اللبن البودر، ومكوننا اللي انا مزوداه بقى معايا علبه زبادي كبيره 170 جرام. علبة زبادي من الكبيرة 170 جرام، حجم 170 جرام. معايا مية للعجن، بس انا ما زودتش ولا نقطة مية على المقادير ديت. يعني ربع كوباية المية اللي كانت في الخميرة، وكوباية اللبن، وكوباية الزبادي اللي هي 170 جرام، والبيضتين هما اللي لموا العجينة معايا. ما حطيتش مية نهائي. هنقلب بس تقليبة صغيرة، الملح مع الدقيق، وهنحط بقى باقي المكونات. وانا كنت حطيت اللبن البودر، حطيت الخميرة معانا اهي، وتقلبي بس المكونات، الخميرة والزبادي والبيض. هنقلب بس لحد ما تظبط معانا، وبعدين نضيف العجينة اللي احنا عملناها، اللي بس لما تبرد شوية تبقى دافية كده. هنضيف جزء العجينة واللبن، العجينة اللي احنا سويناها على النار مع كوباية اللبن، هنضيفها بقى على الدقيق بتاعنا. العجينة دي بتبقى عاملة لي زي محسن الخبز بتاعي، بتبقى اجمل واجمل كمان من محسن الخبز. زي ما شفتوا الكرواسون هش وجميل جوه جدا من جوه، واضافه الزبادي اداته طراوه احلى بكتير من اضافه الميه. العجينه اليابانيه الاصليه بيضيفوا ميه، لكن انا حبيت اعمله بالزبادي، ادتني عجينه خطيره احلى بكتير بكتير. طبعا هتعجيني فيه متصل حوالي 10 دقايق لحد ما يعمل معاكي اهوت عجينة حلوة، وتبتدي تلم اهي كده. انا عايزاها كده اهي زي ما انتوا شايفينها كده، بتلزق ولكن ملمومة. في المرحلة دي بقى هضيف الاضافة الاخيرة بتاعتي، ما كنتش لسه حطيتها في المقادير. هنضيف نص كوباية من مكعبات الزبدة، نص كوباية من مكعبات الزبدة، حوالي 100 جرام، حوالي 100 جرام من الزبدة. وطبعا الزبدة تكون مش سخنة يا جماعة عشان تديكي نتيجة احلى. يعني خرجيها من التلاجة واستخدميها، قطعيها مكعبات، خرجيها من التلاجة قطعيها مكعبات وحطيها على طول على العجينة. بتبقى متماسكة ومش ساقعة قوي ومش سخنة قوي. اهو شايفين، هنعجن بقى حوالي 10 دقايق. لما شوفوا العجينة الجميلة، شايفين الجمال بتاع العجينة؟ عجينة خطيرة، وانا عايزاها ملزقة كده زي ما انتوا شايفينها في العجان. انا عايزاها التلزيقة اللي انتوا شايفينها دي بالظبط. فهي كده خلصت خلاص، ما تضيفلهاش اي مية اهي. لميتها من العجان بس، وهحطها في
بولة مدهونة زيت، وهسيبها تخمر حوالي ساعة. شايفين الجمال بعد ما خمرت؟ شايفين العجينة عاملة ازاي؟ طرية وجميلة جدا، عجينة خرافية فعلا. وبإضافة الزبادي كانت أحلى وأحلى. هنبتدي بقى نقسم العجينة. حاولي تقسميها، أنا قسمتها على 8 كور، بس انتوا هتشوفوا 7 بس. اديت لبنوتي واحدة تعمل بيها. فهم أنا قسمت الكيلو دي على 8 كور. هما نسيبهم بس جنبي في جنب كده، وهبتدي اشتغل في واحدة بس. هبتدي افردها واقصها دايرة، و زي ما احنا شايفين كده هنفردها على قد ما تقدري، تبقى رقيقة. انا استخدمت الغطا بتاع البولة اللي عندي، اي حاجة عندك مدورة، وابتدي قطعي اهي مدور. حاولي بس تبقى رقيقة معاكي خالص، وهنبتدي نقطعها مثلثات متساوية زي ما انتوا شايفين كده، ونحط الحشو ونلفه. انا حطيت جبنة بيضة وجبنة رومي، احسن حشوة للكرواسون طبعا. ممكن تعمليه فاضي خالص لو عايزة. انا نسيت اقول لكم يا جماعة ان العجينة فيها معلقتين ملح. انا كنت حاطة على الدقيق معلقتين ملح عشان العجينة نفسها تكون حادقة، لان انا كنت هعمل الكرواسون كله حادق. لو انت هتعملي شويه بالشوكولاته يبقى ما تحطيش معلقتين الملح. انا هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف ان شاء الله. هنبتدي نلف زي ما انتم شايفين كده اهو من قاعده المثلث اهي. طبعا بقى اولادنا حبايبنا يعملوا معانا، وعلمي اولادك يعملوا معاكي ويتبسطوا معاكي زي ما انتم شايفين كده اهو. اهي اللفه اهي، حاولي بس تطوليها اهي، بقت كرواسونه جميله. انا بحبه مش كبير قوي لان هو بيخمر في الفرن بيكبر معايا. انت لو عايزاه اكبر من كده اعملي الدايره اكبر شويه من كده، بس هو هيكبر زي ما انتوا شفتوه في الاول الفيديو. هيكبر بعد الخبز، فحجمه ده مناسب جدا. هنعمل تاني اهو عشان تعرفي طريقه اللف كويس جدا، لان دي كانت مشكله. الناس كتير بعتولي قالولي مش بنعرف نلف الكرواسون. يا ريت نعرف ازاي، بعتولي على الخاص. زي ما شفت اهوت حته عجينه يا دوب بنفردها تبقى نعملها مدوره اهي. حاولي ترققيها على قد ما تقدري، ونقطع 4 مثلثات، وبعدين كل مثلث 2 كمان، فخلاص بديكي 8 مثلثات الدايره اهي معانا. وهنبتدي نحط الحشو من عند قاعدة المثلث زي ما انتوا شايفين كده اهي. شوفوا سهلة جدا، طريقة سهلة سهلة. الولاد كانوا بيعملوا معايا بكل سهولة، لفوه مفيش اي مشكلة خالص اهو زي ما انتوا شايفين. انا قصدت اعمل كذا واحدة عشان نبقى طريقة اللف تبقى واضحة بالنسبة لنا. معايا خليط الدهن بقى، معلقة من لبن البودر، عليها 4 معالق من المية، ورشة من النسكافيه، ورشة من السكر. ده احلى خليط للدهن، بيخلي المعجنات طعمها جميل جدا. رشة النسكافيه بتدي طراوة جميلة، بيبقى احلى كتير من البيض. مش بحب البيض على المعجنات. حطي بقى رشة جبنة رومي، ده اختياري بالنسبة لكم. رشة جبنة رومي، رشة سمسم، رشة حبة البركة، زي ما انت عايزة. كل واحدة فينا بقى تعمل اللي اولادها وبيتها بيحبوه. فحطي اللي يعجبك. بتختلف بين حبة البركة والسمسم والجبنة. شايفين الجمال؟ الكيلو ده عمل الصاجين دول وصينيتين كمان كبار. هتحطيه في فرن على درجة حرارة 200. اخد 25 دقيقة بالظبط
بقى كده بالجمال اللي انتي شايفاه ده. شايفين الجمال ده؟ هو خارج من الفرن والجبنه سايحه جواه لسه. خرافي، طعم خرافي فعلا. احلى يعني كرواسون ممكن تاكليه مع كوبايه شاي بلبن بقى كده ويبقى جميل جدا لاولادنا في اللانش بوكس. مع المدارس داخله خلاص، نستعد بقى ونعمل حاجات صحيه لاولادنا ياخدوها معاه. يعني بيبقى احلى سندوتش ده مغذي، زبده وبيض ودقيق وجبنه، حاجه جميله جدا لاولادنا ولينا في الفطار. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتاكلوا احلى كرواسون الجميل الخرافي اللي قدامكم ده. شايفين الجمال؟ هش العجينه كانت مساء الخير عليكم. معاكم ايناس حسنين. لو اول مره تشوفوني انزلوا اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفه جديده بعملها. النهارده معانا احلى اكله تنفع للعزومات وتنفع نستعد بيها بقى للعيد الكبير، والذبح بيبقى عندنا ممبار كتير، فهنستعد ونعرف الطريقه. هنعمل ممبار العادي والممبار بوكس، وهنقدمه بطريقه شيك زي ما انتم شايفين تشرفك في احلى عزومه في العيد ان شاء الله، او في اي وقت تاني. بس احنا داخل علينا العيد، كل سنه وانتم طيبين. بنستعد للعيد الكبير. شوفوا الجمال وشوفوا مستوي جميل جميل من جوه ازاي. هنبتدي بقى نعرف بالتفصيل واوريكم طريقة حشوة الممبار بالتفصيل. كذا مرة هعيدها علشان الناس اللي مش بتعرف تحشيه بسرعة. هنحشيه بسرعة جدا وهنتعلمه بأحسن طريقة ان شاء الله. هنبتدي نقول بسم الله ونحط معلقتين من السمنة مع معلقتين من زيت الذرة. هنعمل هقول لكم مقادير كيلو رز. هنعمل بصلتين كبار. لو هتعملي كيلو رز، بصلتين كبار معاكي. هنشوحهم بس لحد ما تصفر، بس مش بحبها تغمق. وانا ببقى ضاربه الكيلو الرز ده كيلو طماطم في الكبه يا جماعه، معاه واحده بنجرايه مسلوقه وواحده فلفل احمر. بضربهم قطع في الكبه، مش عايزاهم في الخلاط. يعني انا بضرب الطماطم، انا عايزه القطع تبان. والبنجريه بتبقى مسلوقه، وما بضربها في الكبه مش بتبان، ما بتبقاش قطع. لكن الفلفل والطماطم بتبقى قطع معايا في الحشوه وباينه، فبتبقى حلوه. معلقه بابريكا، هنتبل البابريكا وكمون، معلقه كبيره كمون، ونص معلقه من السبع بهارات، ونص معلقه من الثوم البودر. ومعانا كمان انا مش عايزه اجري، معانا فلفل اسمر، وده بصل بودر، ومعلقتين من البصل المجفف. بيبقى جميل جدا في خلطة المحشي. لو ما عندكيش بصل مجفف مفيش مشكلة. ده نعناع مجفف وزعتر. ونملح بقى زي ما احنا عاوزين. برجع اضيف لقطع الطماطم دي حوالي كوبايتين كبار من الصلصه بتاعتي اللي انا مخزناها. انا بخزن الصلصه، وهحط لكم لينك الفيديو بتاع الصلصه في صندوق الوصف ان شاء الله. كده خلاص الصلصه بتبقى جاهزه معانا. نسيبها بس تغلي حوالي 10 دقايق بكتير ونملحها وتبقى جاهزه معانا. هنروح بقى نضيفها على الرز، وببقى مجهزه الخضره يا جماعه. بحب استخدم الشبت والكزبره، مش بحط بقدونس طبعا، دي على حسب رغبتكم. كيلو الرز هنحط له 4 ربط شبت و4 ربط كزبره، لان انا بحب الخضره كتير. لو هتعملي 2 كيلو ممبار يبقى هتعملي نص كيلو رز فقط. يعني انا بقول لكم على كيلو الرز عشان انا طبعا مش بعمل 2 كيلو ممبار بعمل كميات يعني. ف لو 2 كيلو ممبار انت هتعمليهم، هتعملي نص كيلو رز بس. فانت شوفي بقى انت كميتك هتبقى قد ايه. شوفوا جميل ازاي، وحتة الفلفل والطماطم باينه فيه ازاي. ده اللي انا عايزاه. الممبار بتاعنا بقى طبعا مقلوب ومجرود ومنقوع في الدقيق. شوفوا بفتحه كده ازاي. شوفي انا بفتحه ازاي، وبالصباع السبابة. الحشوة سهلة جدا قدامك اهي، شوفوا بمنتهى السهولة. طبعا اللي هنعمله بوبس هنسيبه طويل شوية، مش هنقطعه.
لكن اللي هنعمله عادي قطعيه على حسب الصباع، يعني اللي انتي عاوزاه طوله متقطع جاهز هتجيبيه من عند الجزار متقطع. لكن لو هتعمليه بوبس لازم تقول للجزار ما يقطعهولكيش، يعني تشتريه طويل زي ما هو. وطبعا زي ما قلت لكم منقوع في الليمون ومجرود. هبقى انزل لكم انا بشتريه متنضف بس طبعا بغسله تاني. هعمل لكم فيديو ان شاء الله لتنظيفه مخصوص. هنبتدي نلفه. بصوا انا حشيت الكبيره خلاص. هبتدي بقى اربطي طرفها وهنبتدي نكورها كور كده ونربط. بس حاولي تسيبي حته من الجلده بتاعته فاضيه بين الخيط والخيط عشان زياده الرز معاكي ما الكوره دي ما تفرقعش منك وانتي بتسلقيها. يعني ايوه، يعني بصي وانتي وانا بزق كده ما ببقاش ضغطه. يعني لو انتي ملاحظه ان انا مش مكوراها قوي بحيث انها تبقى في مساحه لزياده الرز. هيبان تاني، اعمل لكم كذا واحده وهتبان اكتر. هنعمله زي ما يكون عقد كده بالظبط، وهنسلقه بالطريقه دي وهو كده. شوفي انا بزق اهو لكن بسيب حته، يعني تحسي ان الجلد طري. انا بسيب حته فاضيه شويه بين قبل الخيط عشان زياده الرز. دي ملحوظه مهمه يا جماعه، ما تقفلوش جامد على الكور. يعني انت حتى لما بمسكها ما تحسيش انها كوره، بس هي لما تنزل في الميه هتبقى كوره. او شوفي بالسبابه انا بفتحه من فوق وبصباع السبابه بتاعي تعمليه على طول. شوفي تحشي ازاي سهله جدا جدا. ما تزوديش الرز في الممبار عشان يبقى رفيع وجميل. شوفوا بيبقى مبطط بس كده، انا ببططه ما بيبقاش جواه رز كتير عشان ما يبقاش تخين وما يفرقعش منك في الميه. انا بحبوش تخين عموما، زي ما شفتوه كده في الاول بيبقى رفيع وصغير كده العادي. شوفوا اهو بتزقي لحد ما يبقى مبطط معاكي كده زي ما انت شايف. لو فضلتي تحشي في الممبار هيتحشي معاكي لان هو كبير من جوه، لكن هيبقى تخين جدا معاكي وممكن احتمال كبير يفرقع منك، فيبقى ملوش لازمه ان احنا نزود الرز. او شوفي انا بسيب مساحه اهي زي ما انت شايفه. انا عملتها لك تاني عشان تبقي واخده بالك. متهيألي بعد الطريقه السهله دي في الحشو كلنا هنعرف نحشيه. تفتحيه بس من فوق وتبتدي تحطي الرز اهو. شوفي بنربط، بنسيب مساحة ومسافة زي ما احنا شايفين كده اهو. شوفي مش باينلك خالص انه كورة لان انا سايبة مسافة كبيرة. شوفي ده العادي اهو بكل سهولة يعني في ثانية. يعني انا باخدش وقت خالص في حشو الممبار. شوفوا اهو دي عقاد الممبار خلصت اهي. هنغلي مية بقى نحط فيها ورق لوري وحبهان وشوية من الفلفل الاسمر والسبع بهارات، وهنبتدي نسقط فيها الممبار بتاعنا. طبعا حاولي ما تزوديش كمية الممبار في الحلة على قدها. يعني انا عملت ده في حلة وده في حلة عشان ما يلزقش في بعضه. وحاولي تنضفي لو في اي رز على الممبار من بره حاولي تشيليه قبل ما تحطيه في المية. شوفي اول ما بينزل بقى كورة ازاي. مجرد ما بينزل هو ما بياخدش نص ساعه يا جماعه. لو انت جايبه الممبار من جزار كويس انت واثقه فيه ما بياخدش نص ساعه. دي كميه الممبار العادي اهي خلصت على طول. شوفوا كله مستوي، قصدي مستوي يعني مش تخين. بتحطيه في الميه نفس الميه ونفس البهارات. شوفي انا بسقط بس الحروف الاول بتقفل وبعدين اسيبها. شوفي بتاخدي الحرفين تسقطيهم في الميه المغليه الاول وتنزلي بقيه الممبار بتاعك وتسيبيه. ما بياخدش نص ساعة. انا عندي الممبار النص ساعة 40 دقيقة بالكتير. شوفوا الجمال، احلى عقد ممبار. اهو كله هنبتدي بقى ناخده نقصه نشيل الفتل دي خالص نتخلص منها وهنبتدي نحمره في سمنة وزيت. لو عايزة الممبار يبقى طري معاكي لازم تحطي له سمنة وزيت كتير. مفيش في الممبار حاجة بقى تحمير في الفرن والكلام ده. ممبار على في الطاسة.
لازم تحطي له مع الزيت سمنه، وتكون غزيره كده زي ما انتوا شايفين، سمنه على زيت غزير عشان يبقى طري معاكي ما ينشفش. وتكليب الف هنا بقى وهو سخن كده جميل. يا رب بس يكون طريقه الممبار تكون بقت بسيطه وعاديه بالنسبه لكم، وتعرفوا تحشوه وتعملوا احلى ممبار بوبس، ويبقى حاجه شيك جدا في اي عزومه تتاكل بالخله، تبقى جميله وشيك. شايفين الجمال؟ يعني يتاكل كده من غير اي تقديمه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هوريه لكم من جوه، شوفوا هش يعني من جوه، مفرفر الرز جميل مستوي ومش معجن. وطبعا مفيش اي حاجه فتحت في الميه، لان احنا سايبين له مساحته عشان يستوي. وهوريكم برضو التاني الممبار العادي من جوه مفرفر وجميل جدا. وطريقه الطماطم وخلطه المحشي بالطريقه دي طريقه مميزه جدا، والطماطم ظاهره فيها ومحمر خالص من جوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وفاتكم، وهتعملوا ممبار بعد كده بطريقه سهله، وتقولوا لي رايكم وتنفذوه، وتكتبوا لي كومنت، وتعملوا لي لايك وشير. وهستناكم في الفيديوهات الجديده بتاعتي، وهتوحشوني جدا 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 لحد ما اشوفكم قريب. ونفذوه بقى وكلوه بألف هنا عليكم، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم، معاكم ايناس حسنين. وصفتنا النهارده السهله الجميله الطعمه اللي انتوا شايفينها دي، الكشري الاصفر الجميل بالتحابيش بتاعته، البصل المحمر والبيض المحمر. وهوريكم ازاي يبقى مفرفر معاكم خالص الكشري الاصفر الجميل. حمرنا جنبه البطاطس والكوسه المقليه. طبعا لو عايزين فلفل مقلي بتنجان مقلي براحتكم، انا الولاد عندي بيحبوا الكوسه المقليه. شايفين الجمال؟ مفرفر وفظيع جميل جدا. شايفين الحلاوة؟ هنعرف ازاي يبقى مفرفر وجميل كده، ونحمر احلى بيض واحلى بطاطس، ونشوف الاكله السهله الجميله بتاعتنا. الفيديو قصير عشان تتابعوه للاخر وتعرفوا اسراره. بس احنا اللي ما شافنيش قبل كده متعودين نقول ايه، انزلوا يلا بسرعه اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو، ونبتدي على طول. معانا بصل متقطع جوانح. طريقه تقطيع البصل انا عملته في الكشري المصري، هحط لكم اللينك في اخر الفيديو عشان تشوفوه بيتقطع جوانح ازاي. طبعا يكون في زيت نظيف خالص، وتطلعيه في مصفى زي ما انت شايفه كده عشان يبقى مقرمش معاكي. ونصفي الزيت ونقول بسم الله ونعمل بيه الكشري. الكشري يا جماعه ما بيتنقعش ابدا، بيتغسل بس كوبايتين رز عليهم كوبايه واحده من العدس، وتغسليه وتصفيه كويس جدا. اوعي تنقعي الكشري، هيعجن معاكي لو نقعتيه. وتحمريه زي ما انت شايفه كويس جدا، مش اقل من 10 دقايق في الزيت السخن، مش اقل من 10 دقايق. انا حمرته ربع ساعه. مش بيبقى محمر بس بيبقى مفرفر لما بيتشبع بالزيت خالص كده. بتحطي 3 كوبايات ميه فقط لا غير، ولا نقطه زياده، يا دوب الميه تغطي سطح الكشري زي ما انت شايفه كده، ما تزوديش الميه. انا عن نفسي ما بزودهاش ابدا ابدا، هي الميه دي هتسوي الكشري يا دوب. شوفوا مغطياه فقط لا غير، وتسيبيه على نار عاليه لحد ما يتشرب زي ما انتوا شايفينه كده. شايفين هو لسه ما استواش كده، بس تشرب ميته. وطيت عليه خالص، وهحط له معلقتين من السمن الفلاحي او الزبده الفلاحي لو انتي مش حباه خلاص. لكن انا بحب الكشري الاصفر بالسمن الفلاحي، بيبقى خطير يا جماعه، بيكمل سواب السمنه كده. لو انتي مش عايزه تحطيها ما تحطيهاش، بس بتديها طعم رائع رائع. شايفين مفلفل وجميل ازاي؟ للمره الالف بقولك اوعي تنقعي الكشري، يتغسل ويتصفى كويس جدا، تسيبيه ينشف في مصفى، وتحمريه زي ما قلنا ربع ساعه في الزيت بتاع البصل.
يديكي طعم رهيب 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 زي ما انت شايفه كده. انا هحمر جنبه شويه بطاطس كنت سلقاها، بقطعها شرايح واسلقها بميه وملح، وحمرتها زي ما انتوا شايفين. وكنت سلقه بيض، هحمره في حته زبده على شويه من الزيت. البيض يا جماعه لازم تغطيه، لان البيض بيفرقع، ممكن جدا انه يفرقع وفرقعته وحشه، ربنا يعافيكم. فلازم تغطي كده زي ما انت شايف، وانت بتقلبي يبقى من بعيد خالص وبحاجه طويله، يعني امسكي مقصوصه طويله او معلقه طويله، لان فرقعته وحشه قوي قوي، ربنا يعافينا كلنا. فانت تغطيه زي ما انت شايفه، انا كنت بكشف بس اقلب واغطي عشان يتحمر جميل كده زي ما انتوا شايفين. ده بقى الكشري الاصفر البيض ده لزومه بقى، يعني جميل جميل معاه. كنت قاليه للولاد كوسه مقليه مقطعه شرايح وقلياها، او اقلي بقى بتنجان فلفل، اعملي سلطه زي ما انت عايزه. انا الولاد عندي ما بيحبوش الا كده. المخلل الخيار الجميل اللي انا مخللاه هنزله لكم في فيديو تاني، مخللات السريعه اللي بتتعمل في ساعتين بتاكليه. شايفين الجمال والحلاوه؟ طبق كشري اصفر بس مختلف زي ولا المطاعم. هيعجبكم جدا بالطريقه ديت. احلى من احلى اكله طبعا بالنسبه لي انا والولاد، دي احلى اكله ممكن ناكلها. شايفين مفرفر ازاي؟ الرزايه بعيد عن العدس، مش ملزق خالص، وهوريهولكم دلوقتي. سره في ايه؟ انك ما تنقعيهوش وتحمريه كويس جدا، وما تزوديش الميه عن عدد الرز والعدس. يعني كوبايتين رز على كوبايه عدس، حط لهم 3 فقط لا غير ميه، وتهدي النار اول ما يغلي معاكي. بألف هنا عليكم الكشري المفرفر اللذيذ ده. اذا عجبكم الفيديو بقى لايك وشير وقولوا لي رأيكم وتعملوه. بألف هنا عليكم يا رب. انا عامله الفيديو قصير خالص عشان تشوفوه للاخر وتعرفوا الطريقه المميزة للكشري الأصفر الجميل ده، عشقي الأول والأخير. كانت معاكم إيناس حسنين، وقابلكم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إيناس حسنين. يلا بسرعة تعالوا نستعد للمدارس ونعمل حاجة بسيطة وخفيفة لولادنا، تنفع في اللانش بوكس، تنفع للعشاء، تنفع للفطار، مش شرط المدرسة، بس احنا عشان المدارس قربت فبنقول نستعد للمدارس. حاجة مغذية وجميلة. شايفين الجمال مورقة ازاي؟ بسكويت الجبنة الجميل المورق الحلو الجميل، شايفينه؟ حاجة بسيطة ونظيفة وجميلة ومغذية لولادنا ولينا طبعا. بأبسط مكونات موجودة عندنا في بيتنا. من 4 كوبايات دقيق هنعمل حوالي 75 بسكوتة. عدد كبير جدا وموفر قوي. بشوية من الدقيق وشوية من الجبنة الرومي هنعمل أحلى وأجمل بسكويت. شايفينه اهو قدامنا جميل، مش بياخد ساعة واحدة مننا. يلا بسرعة بسرعة، اللي ما شافنيش ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس ويعمل لايك للفيديو، ونبتدي مقاديرنا مع بعض على طول. معانا 4 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة ملح، وكوبايتين من الجبنة الرومي المبشورة، وباكو من البيكنج باودر او معلقتين صغيرين، بيضتين عليهم رشة فلفل اسمر، وكوباية من اللبن، وربع كوباية من الزبدة الباردة يا جماعة. يعني الزبدة اللي مطلعينها من التلاجة ومقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين. انا مستخدمة زبدة فرن على زبدة لورباك بلدي. يعني مع الربع كوباية خلطتهم من نوعين الزبدة. انتي استخدمي اللي انتي عايزاه، الزبدة النوع اللي انتي تفضليه. يعني ممكن نستبدلها بالسمنة، بس الزبدة في البسكوتات بتدي نتيجة كويسة. طبعا عادي لو ما عنديش زبدة بعمل بسمنة وبتطلع جميلة برضو. بنحط الزبدة مع الدقيق ونفركهم جامد لحد ما يبقى الدقيق زي الرمل كده زي ما انتوا شفتوا. ممكن تعمليه عادي بايدك، مفيش اي مشكلة خالص. انا بس بدام العجان موجود بستخدمه. خلاص اهو بعد ما خلطناها زي الرمل الزبده والدقيق، بنحط الجبنه مع البيكنج باودر ونخلط شويه، وبعد كده هنضيف البيض واللبن بتاعنا ونعمل عجينه حلوه
البسكوتات مش بتتعجن جامد، يا دوب العجينه هتلم معاكي بس تبقى ملزقه شويه، ما تقلقيش. هتسيب بس جوانب العجان زي ما انتم شايفين اهو كده. خلاص بقت تمام قوي قوي اهي، عجينه طريه خالص زي ما انتم شايفين كده. ده اللي احنا عاوزينه. ما تضيفيش اي حاجه عن المكونات دي، المقادير دي مظبوطه جدا 100%، ما تقلقيش. هنسيبها بس ترتاح شويه، ربع ساعه مش اكتر. بلمها بس لما طلعت من العجان وبسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه بس كده، على ما اجهز السجان بتاعتي اغطيها واسيبها ربع ساعه، مش اكتر من ربع ساعه. هتاخدي قطعة منها بقى ونبتدي نفرد على اكياس من النايلون. انا بس كان عندي مفارش كبيرة، معلش هتطير مني شوية المروحة في المطبخ، بتطير، الجو حر جدا زي ما انتوا عارفين، فمش ببطل المروحة ابدا، فالاكياس كانت بتطير مني بس شوية. المهم يعني يا اما تفردي بين ورقتين زبدة، يا اكياس تلاجة من اللي عندك، مفارش، اي حاجة بس ما تلزقش فيها العجينة. تفرديها بسمك حوالي نص سنتي، هوريكم السمك دلوقتي، ما تبقاش رقيقة وما تبقاش سميكة، هي نص سنتي تقريبا. العجينة طرية جدا ولينة معاكي، والجبنة الرومي هتخليها مورقة قوي قوي اهي. السمك زي ما انتوا شايفينه اهو، هقرب لكم شوية على سمك العجينة اهي، حوالي نص سنتي، لا رقيقه ولا تخينه. اي قطاعات عندك بقى، اي اشكال، اي قطاعه متوفره. ما عندكيش قطاعه بكوبايه، بكوبايه اقلبيها وقطعي بيها، شوفي هي بتطلع خالص من العجينه اهي، بتطلع معاكي. شوفي السمك اهو، ده السمك اللي انا عايزاه. اي قطاعي يا جماعه، مفيش بكوبايه بطبق باي حاجه عندك قطاعي، مفيش اي مشكله خالص، مفيش حاجه توقفك. القطاعات دي مش غاليه، ممكن تجيبي واحده او اتنين يبقوا عندك في البيت. بنلم تاني العجينه، هتلاقيها طريه خالص معاكي وبتتلم سريع جدا، وتبتدي تفردي تاني ونحطها في صاج مدهون سمنه او زبده زي ما انت عايزه. انا كنت دهناه سمنه. هيتخبز خليط الدهن الاول، رشه من النسكافيه، معلقتين ميه ورشه سكر، ومعلقه من اللبن البودر، عليهم معلقتين ميه ورشه نسكافيه ورشه سكر، وتدهني بيها. انا حطيت على الوش برضو جبنه رومي، ده اختياري، ممكن تحطي سمسم، تحطي حبه البركه زي ما انت عايزه، بس انا الولاد عندي بيحبوها كده بالجبنه الرومي. ممكن تسيبي الوش فاضي خالص تدهنيه بس، مفيش اي مشكله. دخل فرن على درجة حرارة 200 لمدة 25 دقيقة مش أكتر، من 20 ل 25 على حسب فرنك اهي. شوف الكمية، 4 كوبايات دي عملت معايا حوالي 75 بسكوتة. طبعا ده عدد كبير جدا وموفر قوي معانا اهي. شوف بعد ما طلعت من الفرن في منتهى الجمال، شايفين الخبز؟ دي قعدت في فرني 25 دقيقة بالظبط. شايفين الجمال؟ حاجه مغذيه ونظيفه جدا لاولادك. شايفين من جوه عامله ازاي؟ دي وهي لسه خارجه من الفرن سخنه خالص، الجبنه حتى كانت سايحه شويه في جواها. احلى بسكوت نعمله لاولادنا بالجبنه، جربوه بالطريقه ديت. المقادير دي مظبوطه جدا يا جماعه، والكميه وفيره، يعني ال4 كوبايات دي ما شاء الله. لو هتشتري الكميه دي من بره هتشتريها بمبلغ كبير. شايفين بعد ما نشف، بعد ما برد، التوريقه جميله ازاي؟ بالهنا والشفا عليكم، جربوه قولوا لي رايكم في الكومنتات، هستنى رايكم. كانت معاكم ايناس حسنين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إيناس حسنين. النهاردة الفيديو السريع السهل بتاعنا الشاورما البيتي الجميلة في العيش العادي خالص بتاعنا اللي بنشتريه كل يوم، هنلاقيه بأسهل طريقة وتفاصيل كلها عندنا والأسرار كلها عندنا. شايفين الجمال؟ يلا بسرعة ندخل على المقادير المظبوطة جدا بتاعتنا، نفذوها بالطريقة ديت وقولولي رأيكم في الكومنتات. يلا بسرعة على المقادير. معانا هنا كيلو من اللحمة بتاعتنا، هي متقطعة شرايح رفيعة. الشاورما يعني تحب اللحمة اللي فيها حتة دهنة شوية. معايا هنا 4 بصلات
متقطعين جوانح. معايا فلفل الوان على حسب رغبتك المتوفر، لو مش متوفر يبقى اخضر بس، مفيش اي مشكله خالص. معايا هنا 4 طماطمات، برضو هنا 4 فلفلات كبار، الالوان بيبقى كبير. معايا هنا 4 طماطمات للكيلو يا جماعه. معايا حوالي 10 فصوص من الثوم او 4 معالق ثوم مفرومين. وانت واختيارك بقى، لو حبيتي تحطي التوابل دي للشاورما مفيش مشكله، مش هتحطي معاها اي حاجه خالص غير ملح وفلفل لو انت محتاجه ملح وفلفل اكتر، لان هي فيها برضو يعني مش هنحط توابل خالص الا دي. هي الكيلو بياخد الكيسين اهو. انت ما عندكيش دي، مش متوفره عندك، شيليها خالص، ما تحطيهاش خالص، وحطي بدلها التوابل بتاعتنا دي: توم باودر، بصل باودر، توابل لحوم متنوعه، بابريكا، وكزبره ناشفه، وقرنفل مطحون، جنزبيل، السبع بهارات، كوبيبه صيني. دي التوابل ايه اللي تغنيكي عن توابل الشاورما الجاهزه، يعني يا دي يا دي. توم باودر، بصل باودر، كزبره ناشفه، بابريكا، توابل لحوم متنوعه، كوبيبه صيني، السبع بهارات، وقرنفل مطحون، وجنزبيل باودر. هي دي التوابل، وملح وفلفل طبعا على حسب رغبتك. خلاص، يا اما دي يا دي يا اي توابل شاورما متوفره في السوق، بس انا بفضل لو هستخدم جاهز استخدم النوع ده، بيبقى احسن واحد فيهم على الاطلاق يعني. او انا بستخدم في الغالب بهاراتي انا، التشكيله بتاعتي المتوفره في كل بيت عشان تبقى سهله لينا. هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. هنحط في حله معلقتين زيت او زبده او سمنه، المفضل والمتوفر عندك. انا بستخدم زيت ذره في الشاورما عشان تبقى خفيفه. وهنحط اللحمه زي ما انتم شايفين كده، نقلبها بدون اي توابل خالص في الاول لحد ما تاخد لون معاكي. وفي طاسه تانية انا حطيت برضو معلقه من زيت الذره او معلقتين، وابتديت اشوح البصل بتاعي، وفي نفس الوقت بشوح اللحمه بتاعتي عشان لما تاخد لون خالص. يعني شغلي الطاستين مع بعض او حلتين زي ما احنا شايفين كده، وابتدي حطي. انا بس بدلت اللحمه الناحيه التانية لان ما بقلبهاش كتير، وابتديت عشان بس تشوفوا حطيت البصل الالوان والحاجه بتاعتنا كلها والفلفل الالوان ومع البصل، وابتديت اقلبهم شويه عشان يستووا معانا. وابتديت اضيف الطماطم بس يعني بعد ما الفلفل يستوي شويه عشان تفضل مستويه، يعني متستويش قوي معاكي. هنبتدي بقى نحط اللحمه دخلت كده في السوا، هنبتدي نحط التوابل بتاعتنا. انا ما حطيتش ميه خالص للحمه، ما حسيت انها محتاجه تستوي اكتر حطيت حوالي ربع كوبايه ميه مش اكتر. هي كده استوت اهي معانا، بقت جميله جدا. ضفت بس شويه من البصل المجفف، وحطيت البصل بتاعنا والخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها في الطاسة التانية، حطيتها ضفتها على اللحمة زي ما احنا شايفين كده. وكنت مولعة فحمة على النار، وحطيتها في ورقة فويل زي ما هنشوف اهوت، وطفتها بشوية من الزيت عشان تديكي ريحة الشوى الجميل الخطير بتاعنا. واعملي سندوتشاتك في العيش العادي خالص، كاتشب، مايونيز، باربيكيو، زي ما انت عايزه، توميه، اللي انت عايزاه بقى. وحطي وظبطي الساندوتش بتاعك، حطي بطاطس محمره، اللي انت عايزاه في العيش العادي خالص بتاعنا اللي بنشتريه من الفرن اهو كل يوم. عايزه تحطيه في عيش كايزر مفيش مشكله، في عيش سوري برضو مفيش مشكله، اللي تحبينه. حبيت اعمل الساندوتش من العيش العادي عشان تبقى حاجه سهله وسريعه معاكم وبسيطة، وعرفنا كل تكاتها وحركاتها، وهنعملها بالطريقة الجميلة.